السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وحال. النهاردة هنعمل القرنبيطتين العسلتين دول. القرنبيط طبعا اليومين دول الأيام بتاعته، الموسم بتاعه. كل سنة وانتم طيبين. ابتدى موسم الشتاء اللي فيه أكترية الخضار الحلو كله. طبعا أيام السنة كلها طبعا خضارها جميل، والحمد لله على كل حال. بس القرنبيط والأغذية أو الخضار المغذي جدا، كله بيبقى موجود في الشتاء أكتر، أو بيبقى فيه أنواع كتير من الخضار في الشتاء أكتر. النهاردة بقى ابتديت أعمل لهم قرنبيط، دي أول مرة أعمله السنة دي إن شاء الله. الشتاء ده أنا بحب أجيب القرنبيطة المليانة، اللي الوردة بتاعتها مقفلة كده، يعني اسمها مدملكة. الورقة بتبقى مقفولة كويس، مليانة مليانة من الوردة ديت، من الزرع يعني. وبحب أقشره، لأن طبعا القشرة دي بتعمل طبقة عازلة، ما تخليش القرنبيط يشرب من الخلطة بتاعته. فتحسي ان الخلطة بس على الوش كده، على الزرعة من تحت، لكن العرق نفسه ما بيبقاش شارب من الخلطة. فطبعا انا بحب اقشرها، طبعا والدتي الله يرحمها كانت بتعملها، فلازم اقشره قبل ما اسلقه. بقطعه على حسب ما انا عايزاه، الورده شكل الورده انا عايزاها قد ايه، واقشر كل الجلد الزياده. اقشره كويس واشيل كل الزوايد اللي فيه، وخلاص على كده بتبقى ما شاء الله. آه الورده حلوه وبتشرب من التتبيله كلها. زي لو كنتوا شفتوا في فيديو المشتريات، القرنبيطة دي كانت ب5 جنيه أو ب6 جنيه، مش غالية خالص. أنا خلصت الكمية كلها وابتديت أروح على السلق. فأنا بعمل القرنبيط قلت نعمل حاجة حلوة كمان معاه. فجبت كمية من الشعرية، يعني تعتبر كيلو إلا ربع شعرية. وابتديت أحمرها في سمنة. هي لازم أنا أحمرها في سمنة، لأن هي تعتبر وجبة، آه يعني بالنسبة لي وجبة دسمة حلوة كده، يعني مغذية. أنا غليت اللبن للجزء الحلو. الشعرية دي أنا بحمرها، وبعملها شعرية بلبن وشعرية بشوربة. أنا بحب الشعرية بالشوربة زي لسان عصفور بالشوربة، بحبها جدا جدا جدا. وطبعا ولادي وأنا كمان برضو بنحب الشعرية بلبن كنوع من التحلية يعني. ف وانا بعمل القرنبيط بحمر الشعريه على النار، وغليت اللبن، بغلي الشوربه اللي هعمل فيها الشعريه بالشوربه. دلوقتي انا بسقط القرنبيط في الميه. الميه طبعا غليت، وحطيت لها ملح وكمون. كمون عشان يضيع الانتفاخات اللي بتبقى في القرنبيط. بس حاولي اول اما الميه تغلي، زي ما بيقولوا كده، ارحمي المية، يعني اديها بس ربع كوباية تضيع نسبة الغليان العالية. و... وتسقطي القرنبيط على طول. القرنبيط أو الكرنب ما يتسقطش في مية بتغلي تمام الغليان، لازم تبقى المية يعني لسه فيها شوية، لسه موصلتش لدرجة الغليان القوي. لو موجودة معايا لحد دلوقتي يا ريت تشرفيني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتوا شفتوا، انا سحبت جزء من الشعرية اللي انا هعمله شعرية بشوربة، يعني يعتبر اقل من تلت الكمية، والباقي حطيت عليه سكر، وهسقطه او هسقيه قصدي بمية، مية بس يستوي عادي زي لسان عصفور ما بنعمله بالشوربة، بس انا عاملاه بالسكر والمية. هياخد سواه ونشوف هنعمل ايه. انا ما رضيتش اسقط الشعرية التانية على الشوربة الا لما الشوربة تغلي، لانها برضو بتاخد غلوة واحدة وبتستوي على طول. زي ما انتوا شايفين، انا طبعا غطيتها زي ما بتعملي لسان عصفور عادي جدا،
ولو فيها مية ما تقلقيش، هي بتشربها في الآخر. وهنا الورد بتاع القرنبيط قرب يستوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي بيعجبكم، ويا رب يكون الحاجات اللي بقدمها بتعجبكم. لو عجباكم يا ريت تشرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده انا الشوربه غليت وسقطت فيها الشعريه اللي انا كنت محمراها، والقرنبيط ابتدى يستوي اهوت. طبعا انا حطيت نص الكميه مش الكميه كامله، لاني بغلي في الحله الكبيره دي بتريحني يعني، وبتاخد كميه محترمه. لو تاخدوا بالكم انا خلاص هشيل الشعريه والشوربه دي مجرد ما تغلي غلوه واحده هشيلها من على النار. ما تزوديش السوا على الشعريه او اللسان عصفور، علشان بيستوي قوي بيبقى طعمه مش حلو. حطيت مصفى فوق الصينيه، فوق صينيه كده، وهطلع ورد القرنبيط يصفي بس 5 كده، ونشوف هنعمل ايه. دي الكميه الاولانيه طلعتها كلها، وهبتدي اعمل الكميه التانية. حطيت الكميه التانية، وعايزه اقول لكم انا في الوقت ده كمان سلقت بطاطس ايه، بطاطس الصغيره بحب اسلقها واحمرها كمان مع القرنبيط. هنشوف في الخلطه اللي عملناها، وهنشوف عملنا ايه في البطاطس دي. خلطه القرنبيط معانا حوالي 3 قطيات او 4 قطيات معصورين، والتوابل بتاعتك ملح فلفل كمون كزبره. اهم حاجه الكزبره والكمون في القرنبيط، وحطيت كاري وكركم وبابريكا. البهارات اللي تعجبك، اهم حاجه الملح والكمون والكزبره، بيحلوا طبعا القرنبيط جدا جدا. و4 بيضات واضربهم كويس زي ما بتعملي الكيكه، اضربهم كويس ضربه حلوه، وبعدين اسقط الدقيق. انا في الوقت ده نسيت اللبن. هجيب دلوقتي اللبن، حوالي كوبايه كبيره من اللبن بحطها مع القرنبيط. طبعا بيديله طعم وقيمه غذائيه حلوه قوي. في ناس بتعمله الصيامي، الإخوة المسيحيين بيعملوه صيامي من غير البيض ومن غير اللبن، والله بيطلع برضو زي الفل، بألف هنا وشفا على قلبهم. وبعدين بحط له الخضرة بتاعته بعد ما بضرب الدقيق كويس جدا جدا جدا، وما بيبقاش فيه تكتلات. الخضرة بتاعت القرنبيط بقدونس، ويعني عودين كده شبت، ما بحاولش أزود الشبت، وأكتريته بيبقى بقدونس. البقدونس أهمية. طبعا الخلطة دي مليانة قيمة غذائية ما شاء الله يعني. هسقط بقى وردات القرنبيط اللي اتسلقت، ومعاها البطاطس اللي سلقناها. انا بحب القرنبيط والبطاطس يقعدوا في الخلطة حوالي ربع ساعة كده يشربوا منها. البطاطس دي اتسلقت واتقشرت واتقطعت طرنشات، بس طرنشات مليانة شوية، زي الصينية، زي ما بنعمل صينية بطاطس. هسيبهم اقلبهم كويس في الخلطة، واسيبهم فيها حوالي ربع ساعة مسافة ما اعمل السلطة. يا ريت تشرفيني باللايك والشير والكومنت، اهم حاجة ربنا يبارك لك. زي ما انتوا شايفين سبتها ربع ساعة عقبال ما عملت السلطة، وابتديت اقليه. بتقليه في زيت كويس، بتاخديه كده زي ما هو كده، بتاخدي واحدة واحدة وتحطيها في الزيت على طول. اهم حاجة ان الزيت يكون سخن. والسلطة بتاعتي البصل والطماطم والخضرة والخيار والجزر والخل طبعا والليمون والملح والفلفل، وبكده تكون خلص غدانا. يلا ندور على الحلو بتاعنا. زي ما انتوا شفتوا وانا بعمل القرنبيط كنت بحمر الشعرية، فدلوقتي انا سخنتها تاني لان ده كان وقت يعني في العشاء. سخنتها وحطيت عليها السكر
المكسرات بقى اللي عندِك والمتوفّرة عندِك واللي تعجبِك تقدري تحطّيها. أنا حطّيت زبيب وادّيها كمية لبن سُخن حلو كده وكُلي بألف هنا وشفا. طبعًا أنا كنت إلى حدٍ ما داخلة على تعب، فما رضيتش آكل شعرية بلبن تاني، فكلت الشعرية اللسان عصفور اللي أنا باحبها، الشعرية بالشوربة. وبكده النهارده يكون يومنا خلص، وأكلنا غدانا وعشانا خلص. يا رب نكون تحت عند حُسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتنا تعجبكم، وتصبحوا على خير.